إليكم 5 أشياء لم تعرفوها عن أشرف حكيمي، البطل المغربي الذي رفع كأس دوري الأبطال مع ريال مدريد وعمره 19 عاماً فقط. أولاً، لم يكتشفه أحد في أكاديميات كرة القدم التقليدية، بل وجدوه يلعب كرة الشارع في ختافي. موهبة خام تركل الكرة على الأسفلت المتشقق. ثانياً، والده المغربي جعله يقسم أن يمثل المغرب دائماً قبل توقيع عقده الاحترافي الأول، وعد لم ينكسر أبداً. ثالثاً، ريال مدريد أراده جناحاً وليس مدافعاً، لكنهم غيروا مركزه بالكامل أثناء تطويره، قرار غير مجرى تاريخه. رابعاً، تعلم 4 لغات بطلاقة قبل 20 لكي يتواصل مع زملائه في الأندية المختلفة. خامساً، قراره بترك ريال مدريد للإنتر ميلان لم يكن للمال، بل ليثبت أن اللاعبين العرب يمكنهم أن يكونوا أساسيين في الأندية الكبرى وليس مجرد بدلاء.